فتحت مشروع افتر افكت جديد، استنى، في خطوه بسيطه لو نسيتها هتبوظ لك كل الشغل اللي جاي. اول حاجه لازم تعملها قبل ما تعمل اي انيميشن في المشروع هو انك تظبط اعدادات الكومبوزيشن، واللي بتظهر لك اول ما تعمل نيو كومبوزيشن. اول حاجه اسم الكومبوزيشن عشان لما يبقى عندك كومبوزيشنز كتيره ما تتلخبطش ما بينهم. تاني حاجه وهي مقاس الكومبوزيشن، هل هتعمل الكومبوزيشن ده فيديو بالعرض ولا مقاس ريل؟ ومتنساش كمان تظبط الديوريشن او وقت الكومبوزيشن، والنصيحه مني خليه دايما اطول من اللي انت عايزه بحبه صغيرين. يعني لو عايزه دقيقه خليه دقيقه ونص، عايزه نص دقيقه خليه 45 ثانيه، لان سهل جدا تقصره وانت شغال، انما رخم شويه تزوده وانت شغال. بعد كده لازم تظبط الفريم ريت، واللي هو بيكون عدد الصور او الفريمات في الثانيه الواحده، واللي عاده بيكون 30 فريم او 29 و97%. لو بدات تصميمك قبل ما تظبط الحاجات دي هتتفاجئ وانت بتعمل ريندر ان الفيديو طالع مقاسه غلط او مقطوع منه حتت. فابدا صح وظبط مقاس الكومبوزيشن الاول عشان تعمل اساس صح وتبني عليه بعد كده صح في صح في صح.